فوز اكيد. احنا كنا نعرفوا تقريبا الوضعيه قبل اللقاء. اكيد بعد الاداء المقدم في المقابلات الاخيرتين سواء نادي بارادو او وفاق سطيف خارج الديار، كان لزام علينا انه اليوم نبقاو في هذا الاداء، ولو انه كان علينا بعض الضغط، لانه صراحه اول مقابله عوده الجمهور بعد 5 اشهر غياب في ظل التوقعات الكبيره. نظن الكلاسمون يعني لما غاب الجمهور وين كان الفريق، ومن بعد لما غاب وين اصبح الفريق. نظن هي كلها كانت عوامل احنا حضرنا لها مليح، التحضير النفسي يعني والذهني للاعبين قبل اللقاء. حاولنا نحافظوا على طريقه الاداء تاعنا، على الثبات في الاداء على الرغم من الصعوبات اللي كنا متوقعينها من فريق اولمبيك اقبو، على غرار لقطه الهجمه المعاكسه اللي كانت جد خطيره. لكن القتاليه ويعني الروح القتاليه اللي كانت عند اللاعبين في تلك اللقطه نظن انها جنبت الفريق هدف تقدم. لكن حافظنا على الصبر تاعنا خلال ال 15 دقيقه الاولى. كنا متاكدين انه الهدف سياتي، لكن الصبر وعدم تلقي الاهداف هو الشيء المهم، انه الحفاظ على التنظيم في هكذا مقابلات. انك تفوز هدف لصفر يبقى جد هام في الاخير. 3 نقاط تسمح لك باش ترتقي في اللقاء، ولو انه بعد في الشوط الثاني ضيعنا نظن انه فرصتين قاتلتين كنا قادرين ننهوا بهم اللقاء ونحققوا بهم فوز 2-3-0. كانت تسمح لنا حتى من الناحيه المعنويه، تعطينا دفعه كبيره بانه الفريق قادر يقوم باشياء ايجابيه اخرى على غرار المقابلات الاخيره ومقابله سطيف اللي كانت فيها الفرص الهجوميه. نظن انه مقارنه بلقاء سطيف عدد الفرص الهجوميه في كل لقاء يكون 6 إلى 7 فرص حقيقيه، شيء يدل على العمل الكبير المنجز من طرف المدرب السيد عبد القادر العمراني في ظل الخبره اللي يتمتع فيها. نظن هي كلها عوامل سمحت لنا اليوم باش نحققوا الفوز، واستغلينا يعني لانه صراحه هذه الجوله هي جوله المواجهات المباشره بين اصحاب المراتب الاخيره اللي من اجل السقوط. يبقى علينا اليوم انه نتعاملوا جيدا مع الخرجتين القادمتين، لانه صراحه العوده بنقطه او ب3 نقاط من الخرجتين او الحصول على نتائج ايجابيه في اللقاءين ستبقى هدف للاعبين ان شاء الله والكل في القادم.